السلام عليكم. الناس الحلوين، الناس اللذيذين، ملوك الغنجات. الليلة عندنا غنجة بطعم مختلف، لكن ما معروف فين. جماعة بس قالوا جهزوا الحاجات ونشوفوا بيحصل شنو، لكن ما معروف لسه الغنجة ما معروف وين. شايفين؟ دي الحاجات، شايفين بس كده منتظرين بس القوم يجي زي ما قال. طوالي قيام هناك. طبعا الغنجة شغل مختلف زي ما قال النور آدم سلمان الحبيب. لك التحية يا نور. نكشف الشغل قدام. من هنا نقطة الانطلاقة لمكان الرحلة، نوصف لكم المعالم اللي ورا الله. يلا هلا. طبعا دير الحبايب ملوك الغنجات، كبار الغناجين. يلا هلا. فورم شارع النيل. لفة المستشفى. مستشفى الجزيرة آبا. مدخل سوق الجزيرة آبا. هنا داخلين أرض الشفا، ده المدخل بتاع أرض الشفا. طبعا هوا ومطر رشاش عجيب، أجواء خرافية. هنا خاشين على دار السلام. طبعا هنا خاشين على الهلة الجديدة. حلو قبوش بساتين ها. جوا ليك خاشين على المشتل جوا، دي البوابة طبعا. الفراشات في صفحة الجمرة. لقيت الشاعر اللي قال لقيت يقول رذاذ مدخل. معلمين، احنا غنجتنا دي الليلة ذاتها فيها والرذاذ مدخل. شغالين، مطر شغالة، ظابط الأمور، ظابطة مرتب، الشباب ماشيين. وهسه أنا بقول بديكم الشباب واحدة واحدة.
نجلك يا بتاع البصل. حتى وصاحب ده جوهر ها. والله شغل مختلف، غنجة بطعم مختلف، مطر شغال اقسم بالله سنة واقولوا مع السلامة. رسالتك. راح ديكو شغل لك جوا كده مولع كده مولع. مشتت ايوه مشتت عادي بس لغة بيختلفوا عن حاجة عادية مرة واحدة. والله ما شاء الله تعرف. طبعا المطره زردنا لك زر عجيب، بس اللي قاعدين جوا العربيه شفتها بينطلوا داخل العربيه. مطر عجيب، رزاز عجيب. خلي ان احنا متكيفين، شوفوا الشجر ذات متكيف ولا هو متكيف، بس تكشف. وخرافية عجيب، مطر رزاز. طار